الفترة الماضية قام مكتب الري من خلال الأقسام الموجودة به قسم المحطات قام بتفقد المحطات البالغة عددها 25 محطة موزعة بالمشروع بصيانة المحركات وتفقدها من الزيوت والشحوم، وتجربة بعض المحطات كون يجري عليها بعض الإصلاحات من قبل منظمة سوليدريتي كمحطة الكرامة ومحطة نجد ومحطة الأنصار. بالنسبة لأمور الصيانة كمان قامت بتبديل محركات بالفرات الأوسط. أصبحت الآن المحطات تقريبا جاهزة بشكل كامل ومستعدة للإقلاع يعني. بالنسبة لقسم التشغيل، قسم التشغيل طلب مي بحدود حوالي 27 متر مكعب لغاية اليوم من السد، وتوزيعها على الأقنية الرئيسية مثل قناة السلحبية العليا 7 أمتار، قناة السلحبية السفلى 9 أمتار، قناة البليخ الرئيسية 8 أمتار، قناة وادي الفيض 3 أمتار، وقناة الضفة اليسرى مترين. بالنسبة لقسم الصيانة، قسم الصيانة هناك بعض الأقنية اللي عم يقوم بتأهيلها مثل قناة البليخ، موقع العبارة وموقع شنينة، بالإضافة إلى قناة السلحبية العليا بإجراء إصلاح 1200 متر طولي بالتعاون مع منظمة سوليدريتي. بالنسبة لأمور الري، أمور الري إن شاء الله نحن خلال الفترة القادمة القريبة تنتهي قناة البليخ الرئيسية وبحدود حوالي 25/2 إن شاء الله أن تكون الأمور جاهزة للري. تم وضع برنامج تشغيل للمحطات. طبعا محطات الضفة اليمنى، محطة الفرات الأوسط، بالإضافة لمحطة الكرامة وطاوي رمان والقرميد 13 ساعة يوميا، تبدأ من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 5 مساء. بالنسبة لبير الهشم، محطة بير الهشم مجموعة واحدة شغالة بشكل مستمر 24 ساعة، يعني على مدار 24 ساعة. نعم. مع محطة تل السمن كمان مستمرة، مجموعة مستمرة. بالنسبة للمحطات البقية حسب الحاجة، نحن نشغل عندنا محطات صغيرة حسب الحاجة يعني. الأمور إن شاء الله جيدة، وطبعا نواجه بعض الصعوبات بالعمل. من هاي الصعوبات هي تأخر الموازنة الاستثمارية. الموازنة الاستثمارية لعام 23 لحد الآن ما وصلت، وإحنا بأمس الحاجة إلها كوننا نحن في موسم صيانة، يعني بحاجة إلى مبالغ مالية. هالمبالغ ربما تكون بحاجة الآليات المعطلة لإصلاحها للقيام بالعمل، بالإضافة إلى زيوت وشحوم نحن نحتاج إلى عمل يعني. هذا العمل يتطلب موازنة، الموازنة حتى الموازنة الشهرية لا تفي بالغرض يعني. عدد المضخات 25 مضخة. عندنا مضخة الفرات الأوسط بالضفة اليمنى تغذي محطة السحل ومحطة كسرى سرور. عندنا محطة طاوي رمان تغذي محطة القرميد، وعندنا محطة الكرامة، بالإضافة إلى محطة العدنانية الرئيسية تغذي 4 محطات، هي محطة الرفع العالي، محطة الأنصار، المحطة الخامسة، ومحطة جروة. بالإضافة لدينا هناك محطات على الأقنية، يعني عندنا مثلا على قناة الرئيسية السفلى عندنا محطة الأسدية، عندنا محطة يعرب، عندنا محطات بالجهة الشرقية محطة مضر الأولى، المحمدية الأولى، المحمدية الثانية، مضر الثالثة، الرابعة والخامسة، وبدر السادسة. عندنا بالإضافة لذلك محطة تل السمن. طبعا احنا الأقنية عندنا أقنية صغيرة، عندنا حوالي 17 قناة الآن هي خارج الخدمة يعني. طبعا هاي الأقنية احنا ما تخوفنا يعني كونها صغيرة يعني. نحن بس تنتهي الأعمال من الأقنية الرئيسية
هي قناة البليخ وقناة السلحبية العليا، هذول كلهم إن شاء الله ما بيطولوا يعني، خشات 10 أيام يكون كل أمورهن جيدة يعني. طبعا بالفترة الماضية احنا أجرينا عدة إصلاحات للأقنية يعني، عندنا قناة الساوث، عندنا قناة جروة قبل الضخ، وعندنا قناة جروة بعد الضخ. قناة الحمراء صلحنا 100 متر، قناة السمن صلحنا 70 متر، قناة الضفة اليمنى 350 متر طولي يعني.